السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناة لايف ايد نيوز. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشارك معكم واحد البلاصة اللي كاينة في اكادير، اللي يلاه تصاوبات يعني هذه مؤخرا، واحد الكورنيش اللي كاين في منطقة انزا. صراحة هي واحد المنطقة اللي زوينة، واحد البلاصة اللي صوبوها وداروا فيها يعني تجهيزات رائعة جدا. يعني كاين البلاصة فاش كما كتشوفوا دابا كتلاحظوا في الفيديو، البلاصة فاش كيلعبوا يعني سكي، لي غولور، بالاضافه كذلك للملاعب القرب. كاينين كذلك البلاصه فاش كيلعبوا الاطفال الصغار، وخصوصا ان هذه المنطقه هذه وهذه البلاصه هذه جايه في يعني جهه البحر، وهذا يعني واحد البلاصه اللي رائعه. الناس سعدات، الناس اللي قرابين لهذه البلاصه هذه في الصباح يعني يديروا سبور. بلاصه فيها يعني هكا الناس فاش يلعبوا، الدراري الصغار كذلك. كاين جنب البحر يعني واحد المنظر اللي رائع جدا. المهم هنا ما بغيتش نصور الناس، كاين هكا الناس ما بغيتش نصورهم. كما كتشوفوا كتلاحظوا منظر هائل جدا، والله العظيم لا المنطقه كتستحق الزياره. وكذلك نتمنى ان الناس يعني يحافظوا على هذه البلاصه هذه، حيت كما كتشوفوا انها باقي جديده، يعني هذا الشيء يلاه تصاوب. يحافظوا عليها ويحافظوا كذلك على هذه اللعب هذه اللي كاينه للاطفال، باش الناس عاوتاني دائما يستافدوا ويلعبوا الدراري الصغار. وكما كتشوفوا يعني كاينين بلايص هكا، يعني الناس باش المكان هكا فاش يجلسوا الناس. وكذلك هذا يعني الملاعب القرب، فالناس هكا الشباب ديالنا فاش يلعبوا يعني فاش يزاولوا الرياضه ديالهم. كما كتعرفوا اننا عندنا واحد الخصص كبير بزاف في ملاعب القرب، والحمد لله هذه المنطقه هذه يعني داروا فيها هذه الملاعب هذو. ولا يعني واهم شيء هو الهواء ديال البحر، واحد الجو اللي رائع جدا. كما كتشوفوا يعني الواحد يجي في الصباح ويسمع دوك الموجات ديال البحر يعني، وداك الهواء ديال البحر في الصباح يعني رائع جدا. ويعني واحد المنطقه اللي زوينه بزاف، في انتظار ان شاء الله يكملوا هذا الكورنيش هذا، حيت كما كتشوفوا انه باقي ما كملوش. وكذلك ان الناس يحافظوا على هذه البلاصه هذه، حيت الواحد انه الا يعني راه الدوله دابا وفرت اليوم يعني مكان انهم فاش يزاولوا بزاف الانشطه، ولكن خاص حتى المجتمع يعني الناس يحافظوا على هذه البلاصه هذه. والغازون يعني راه كما كتشوفوا ان هادشي باقي جديد، وهذا مكان يعني